عشان أكمل أعمل فيديوهات تفيد ناس أكتر، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن حاجه منتشره جدا عندنا في السوق المصري، وهي الموتوسيكلات الصيني، سواء السكوترز او الموتوسيكلات. والسكوتر قصدي سكوتر البنزين اللي انت بتركبه، اللي هو بيبقى اوتوماتيك وبتسوق انت برخصه عادي اكنه بتسوق موتوسيكل، او موتوسيكل اللي هو بنقلات. زي ما انتم عارفين الموتوسيكلات الصيني والسكوتر الصيني انتشر كتير قوي في السوق الفتره اللي فاتت، وبقى لها منتشره فتره كبيره قوي، وفي ماركات مشهوره جدا بقى ليها اسم في السوق المصري، وفي ماركات تانية ملهاش اي اسم بس بقى شكلها حلو فبقت الناس بتشتريها. والسبب الاساسي الناس اقبلت على شراء الموتوسيكلات الصيني اسعارها، ان هي اسعارها ارخص بكتير قوي من الموتوسيكلات الياباني. وانا ما عنديش مشكله في الكلام ده كله، عشان الموتوسيكلات الصيني ادى فرصه لناس كتير قوي ان هي يبقى عندها وسيله مواصلات بسعر كويس، او ان هي تستخدمها في شغل معين، سواء شغل توصيل طلبات او توصيل ناس، ودي حاجه كويسه وما فيهاش اي مشكله. الحاجه الوحيده اللي يمكن عايز اتكلم فيها في الفيديو ده ان احنا بس ناخد بالنا لما بنكون بنركب الموتوسيكلات دي. انا مش هقول ان انا شخص ركيب موتوسيكلات، بس انا ركبت شويه موتوسيكلات في حياتي، ولما تيجي تركب موتوسيكلات الياباني والموتوسيكلات الصيني في فرق كبير قوي بين الاثنين، والناس اللي فيكم اللي ركبت ممكن تتفق معايا في الكلام ده. الموتوسيكل الياباني لما تركبه بتلاقيه كده ان هو ماسك نفسه، سواء سكوتر او موتوسيكل تلاقي الموتوسيكل ماسك نفسه، لما بتجري بيه بتلاقيه برضو ماسك نفسه، تلاقيه كده ان هو انت مطمن وانت راكبه. الموتوسيكلات الصيني الموضوع ده مش كده خالص، وبالذات لما تبدا تمشي على سرعات عاليه. فانا يمكن الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها في الفيديو ده ان انا تمام، انا متفق ان انت ممكن تشتري موتوسيكل صيني عشان هو سعره ارخص بكتير قوي من الياباني، وقطع غيره ممكن تكون متاحه عن الياباني، بس في نفس الوقت يا ريت ما نجيبش الموتوسيكلات الصيني عشان نجري بيها. وده يمكن الحاجه الوحيده اللي معترض عليها دلوقتي. بقى في موتوسيكلات صيني مواترها بقت كبيره، وبقت الناس بتاخدها عشان تجري بيها على 150 و160 على الطرق المختلفه. ويا جماعه بجد الموتوسيكلات دي مش معموله كده. وحتى لو انت مش مصدقني، لو انت راكب عربيه وماشي ورا موتوسيكل من دول، هتلاقي الموتوسيكل الصيني وهو بيجري العجل اللي ورا وهو كله كده مش تمام، غير الموتوسيكل الياباني خالص. يا ريت اللي بيشتري موتوسيكل صيني هو بيشتريه لهدف معين، اللي هو يقضي مشاويره، يوصل طلبات، يعمل شغل عليه، لكن مش جايبه عشان يجري بيه ويسابق بيه، عشان الموتوسيكلات دي لسه ما وصلتش للجوده اللي هي ممكن تنافس في الحته دي. وما افتكرش هم اصلا عايزين ينافسوا في الحته دي دلوقتي، بس هم رايحين في السكه دي. ودي بصراحه سكه انا شايفها سكه غير اعتماديه على الاطلاق، عشان بجد انا بخاف جدا من الناس اللي بتجيب موتوسيكلات صيني مواترها كبيره وعايزه تجري بيها. لو انت ناوي تجيب موتوسيكل مزاجك عشان تجري بيه وتسافر بيه والكلام ده كله، نصيحه خليك في الموتوسيكلات الياباني، عشان هي دي فعلا الموتوسيكلات اللي بتستحمل معاك الحاجات دي وبتستحمل معاك السرعات العاليه. وهم يا جماعه الناس دي عندها خبره سنين كبيره قوي ان هي ازاي تعمل موتوسيكل يستحمل كل الظروف دي، وفي نفس الوقت يكون راسي على الطريق، والطريق ما يجيبكش ويوديك على حسب السرعه، او الهواء يلطشك من الجنب فتلاقي نفسك الموتوسيكل بيترج منك. اللي خلاني اعمل الفيديو ده من كتر ما انا بمشي وبقيت الاقي موتوسيكلات بتجري واشوف منظرها من ورا وهي معديه من جنبي، وبجد ببقى قلقان على الشخص اللي راكب عليه. واحب اقول ان بقى في ماركات صيني محترمه انا عارف، زي كيمكو واس واي ام والحاجات دي، بس برضو هم لسه ما عندهمش الخبره الكافيه ان هم يعملوا موتوسيكلات سريعه تنافس ثبات واعتماديه الموتوسيكلات الياباني. وزي ما قلت لكم اللي بيجيب الموتوسيكلات دي بيجيبها عشان شغل او يقضي بيها مشاوير معينه، ودي حاجه مفهومه جدا وانا متفق معاها، لكن مش متفق ان انا اجيب الموتوسيكلات دي عشان اسابق بيها ولا امشي بيها بسرعه ولا تبقى لمزاجي. لو عايز حاجه لمزاجك يبقى انت تجيب حاجه تانية ياباني، بحيث ان هي فعلا تكون على قد توقعاتك وفي نفس الوقت تحافظ عليك وتحافظ على حياتك. وفي اخر الفيديو بحب اقول ربنا يسترها على الجميع. الموتوسيكلات كده كده احنا عارفين قد ايه هي خطر ومحتاجه سواقه رزينه شويه، وما تنساش تلبس الخوذه ووسائل الامان على قد ما تقدر وانت سايق، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه تقدر تحميك من حاجه كبيره ممكن تحصل لك. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم محمد حجازي في كلمه مصدقينها. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.